يحيى هو اسم 3 أبطال لداوود عبد السيد. يحيى في أرض الخوف، ويحيى في رسائل البحر، ويحيى في قدرات غير عادية. ودول أكتر 3 أفلام لداوود عبد السيد فيهم أشياء مشتركة من بين كل أفلام داوود. هتحس إن ال3 يحيى هم أصلا شخص واحد، لكن في رحلة مختلفة وتجربة مختلفة، ومع كل رحلة وفيلم بتتطور شخصية يحيى أكتر. حتى لاحظت مؤخرا ان يحيى بطل فيلم قدرات غير عادية اسمه يحيى المنقبادي، زيه زي يحيى في فيلم ارض الخوف بالظبط. حتى هتلاقي ال3 يحيى الصراع بتاع رحلتهم بيبدأ بتفاحة الغواية. يعني اول ما تشوف التفاحة في ال3 افلام اعرف ان الصراع بتاع الفيلم ابتدى. في فيلم ارض الخوف يحيى بيتم خداعه وبياكل التفاح، لكن يحيى في رسائل البحر بيرفضها وبيقرر يواجه. اما يحيى في قدرات غير عادية بيراوغ بالتفاح، وهتلاقي ده تطور لشخصية يحيى في عالم داوود. اهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا داخل عالم داوود عبد السيد. هنربط ان شاء الله من خلال سلسلة الافلام ديت ال3 افلام ببعض، وفي نفس الوقت هنشرح كل فيلم كأنه مستقل بذاته بعيدا عن الفيلم التاني، عشان نفهم كده ونعرف داوود عبد السيد كان عايز يقول لنا ايه من خلال رحلة يحيى. في الحلقة دي هنتكلم عن ارض الخوف بس، والحلقة الجاية هنتكلم ان شاء الله عن فيلم رسائل البحر وفيلم قدرات غير عادية، الاتنين سوا مع بعض. معاكم كريم الجندي وقناة السينما وما حولها. الهدف هو اختيار ضابط شرطة على أعلى مستوى، مهمة غير تقليدية وغاية في الأهمية. المهمة ببساطة هي زرع عميل من أسفل سلم أكبر تجارة غير مشروعة في مصر، اللي هي تجارة المخدرات. الهدف مش لعملية محددة، وإنما الهدف هو زرع عميل حتى النهاية. لسه فاكر أول مرة شفت فيها فيلم أرض الخوف، كان يمكن وقتها عندي حوالي 16 سنة. وقتها ما فهمتش حاجات كتير في الفيلم، إلا إن كان جوايا إحساس كبير قوي بيقولي إن الحكاية أكبر من إن الفيلم دوت بيتكلم عن ضابط بوليس بيحقق في قضية أو تجارة مخدرات وهكذا. لكن مع المشاهدة التانية للفيلم ابتدت أسئلة كتير قوي تشتغل كده جوايا، من اول مشهد التفاحه وتحضير داوود عبد السيد ليه ووقوف يحيى فتره طويله على الباب، وبعدها المخرج داوود عبد السيد عمل كلوز كده وقرب على التفاحه قوي وخلانا نركز معاها قوي. بعدها يحيى اتحول لادم، وبعدها مشهد قتل يحيى لاول نفس مع وجود غراب في دلاله على قصه ابيل وهابيل. حتى الطريقه اللي صور بيها داوود عبد السيد الكادر دوت كانت من خلال عين الاله، في كادر غريب جدا على السينما المصرية ادى دلالة اكبر للحكاية. حتى الاسامي اللي في الفيلم يحيى او ادم او موسى او يونس او هدهد او مأمون او حتى ابراهيم الحوت، كلها اسامي ليها دلالات فلسفية دينية تاريخية. كل الاشارات ديت خليت ناخد الفيلم انه رحلة تأملية فلسفية عن رحلة الانسان في نزوله للارض، وازاي بيتحول الخير اللي جواه للشر. لكن مع المشاهدة الرابعة للفيلم اتحسم الامر بالنسبة لي، تحديدا مشهد التفاح. الفرق الجوهري ما بين تفاحة يحيى وتفاحة النبي آدم ان تفاحة آدم كانت غواية لغرض شخصي، يعني النبي آدم اخذ التفاحة بغرض شخصي، غرض الخلود او حتى انه كان نفسه فيها لما ابليس وسوس له. لكن آدم بطل فيلمنا اخذ التفاحة بكل ارادته، وكان مقتنع تماما ان دوت خير للبلد، او حتى لو كان مجد شخصي ليه ان هو يترقى في شغله فهو برضه خير للبلد. حتى بعد مشهد التكليف ولما يحيى قبل المهمة، داوود عبد السيد جاب لنا مشهد لخص لنا الحكاية. داوود عبد السيد جاب لنا مشهد ليحيى وهو بيسمع اغاني وطنية، وطني وصباي واحلامي. يعني يحيى كان مآمن بالمهمة فعلا، كان مصدق المهمة بكل كيانه، وكان واثق تماما في المهمة وفي غرضها، لدرجة ان داوود عبد السيد كان مسمي الضابط اللي كلفه بالمهمة مأمون ابو الوفا. مأمون يعني شخص موثوق فيه او شخص تأمن له. يحيى ابو دبورة هو احد الضالين للتجربة الناصرية، زيه زي جيل داوود عبد السيد بالظبط، الجيل اللي اتربى على القومية والوطنية والكلام عن الشعارات العربية والحلم الناصري واغاني عبد الحليم حافظ وهنبني السد العالي ودينا بنينا السد العالي. جيل داوود عبد السيد كان حرفيا بيتحضر طول الوقت لشيء عظيم، او على الاقل هم كانوا فاكرين كده. زيهم زي علي الابن الضال للتجربة الناصرية في فيلم عودة الابن الضال ليوسف شاهين، اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة المخرج يوسف شاهين، اتمنى ان انتوا تشوفوها. الجيل اللي تاه بعد نكسة 67 ولقى نفسه كان بيستعد للا شيء حرفيا من اللي اتوعد بيه، ونشوف دوت من خلال رد فعل يحيى العنيف لما بيعرف ان موسى مجرد موظف صغير في البريد هو اللي كان بيقرا الجوابات ديت طول الوقت.
حتى لو بصينا على التواريخ اللي في الفيلم هنلاقيها انها كلها ليها معنى سياسي بالنسبة لمصر. سنة 68 اول مظاهرة طلابية في عهد عبد الناصر. سنة 72 سيطرة السادات على الحكم. سنة 81 تولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك للحكم. وكلها تواريخ ليها معنى في الفيلم، وافهم انت عشان مش هينفع اشرح الحتة دي. وهنا ظهر ليا البعد السياسي في الفيلم بعد ما ظهر ليا قبل كده البعد الفلسفي او الديني او الوجودي. واعتقد ان البعد السياسي دوت هو اللي كان داوود عبد السيد عايز يقوله اصلا، هو اللي عامل عشانه الفيلم، لكنه قدمه متداري في خطوط تانية، واكيد انتوا عارفين هو دراه ليه. لكن في النهاية دوت زود عمق وعبقرية الفيلم اكتر، لانه خلاه يتحمل اكتر من معنى. وديت عبقرية فيلم ارض الخوف، انه ليه اكتر من معنى ويفهم باكتر من طريقة. خلي بالكوا احنا لحد دلوقتي لسه ما شرحناش الفيلم، يلا بينا بقى ايه نشرح الفيلم كده ونفصفصه واحده واحده. اكتر شيء بيميز فيلم ارض الخوف هو التفاصيل اللي ماشي بيها الفيلم جوه تجاره وعالم المخدرات. يعني اغلب الافلام اللي بتتكلم عن تجار المخدرات بتجيب لك البطل صبي وهوبا كام مشهد سريع كده بقى معلم كبير، لكن دوت ما حصلش جوه فيلم ارض الخوف. فيلم ارض الخوف احنا بنشوف الضابط الشريف يحيى المنقبادي وهو بيتحول تدريجيا عشان يكون المعلم لدرجه التشبع او التشبع شبه كامل عشان اكون دقيق. بنشوف يحيى الاول في صالة بلياردو، وبعدها بيشتغل في كباريه، وبعدها بيبقى جوز الرقاصة ومدير الكباريه. المنطقة دي بتاخد وقتها تماما في الفيلم. بعدها بيعمل خدمة كبيرة قوي لواحد من المعلمين الكبار، وبعدها بيعمل عملية تقيلة ليها صاد على حد تعبيره عشان يبقى المعلم يحيى ابو دبورة. التحول ما كانش بشكل عنيف في الكتابة، يحيى اتحول تدريجيا كده خطوة خطوة عشان يتحول من يحيى الضابط الشريف للمعلم يحيى ابو دبورة. ودي حاجة ما بتحصلش كتير في السينما المصرية، ان المعالجة تكون كويسة وان ردود الافعال تكون تدريجية. والتدرج دوت جوه عالم الشر بنشوفه في اداء احمد زكي. بنشوف الشر وهو بيضغط تدريجيا على الخير اللي جواه. حتى قارن ما بين طريقة كلامه وهو في صالة البلياردو في اول الفيلم، وقارن بعد كده لما بقى معلم كبير، والصراع اللي هو عايش ما بين انا فعلا ضابط بوليس ولا تاجر مخدرات، لدرجة ان هو بيشك ان التكليف ده كان مجرد هلاوس عقله اخترعها له. الخط الوجودي الفلسفي بيوصل لقمته في رحلة الشك في وجود مهمة اصلا. يحيى ابتدى يشك ان كان في مهمة اساسا، زي رحلة الانسان كده بالظبط في الارض. لما بعد فترة من نزول الانسان للارض ابتدى يشك في الوجود كله، او حتى ابتدى يشك الانسان وقتها في معنى الحياة اصلا. وفي الوقت دوت كان لازم يجي رسول موسى، اللي لما بيعرف يحيى ان هو اللي كان بيقرا الجوابات وابتدت المهمه تاخد شكل عبثي، بيخرج لاول مره ضابط البوليس من جوه يحيى. وبنشوف دوت من خلال رد فعله على موسى. وبيخرج ضابط البوليس من جوه يحيى، اللي هو كل القلق والصراعات اللي انا عايشها ديت على الفاضي، والرسائل اللي انا ببعتها ديت بيقراها في الاخر مجرد موظف بريد، لان المهمه اخدت شكل عبثي تماما، حرفيا ما بقاش ليها معنى. يعني هو عايش في قلق وصراعات وبيبعت جوابات وكل دوت على الارض. لكن وجود موسى في نفس الوقت اداله احساس ان المهمه ديت كانت حقيقيه، وان المهمه اللي هو جات له كانت فعلا حقيقيه، وان في حد كلمه، وان في تكليف وهكذا. وفي وسط عالم المعلم يحيى ابو دبوره اللي مليان قلق وصراعات وشك وخوف وموت، والشيء الوحيد الثابت اللي كان بيفكره ان هو يحيى المنقبادي ضابط البوليس هو الحب. الحب هو الشيء الثابت الوحيد في افلام داوود عبد السيد، الشيء الوحيد الثابت وسط عالم مليان قلق واضطرابات. الحب كان يتمثل فيه فريدة، اللي اسمها برضه ما كانش صدفة، لانها الشيء الوحيد او الكائن الوحيد اللي بيحسسه دايما ان هو ضابط بوليس وان هو يحيى المنقبادي. وداوود عبد السيد وضح لنا ده من خلال انه خلى دايما بابها مفتوح، صبح ليل ظهر عصر بابها دايما مفتوح، لدرجة انه في اول مشهد راح لها حس بسلام كده نفسي ونام بمنتهى الاطمئنان والسلام اللي لقاه عندها، عكس هناء اللي كان دايما معاها المعلم يحيى ابو دبوره، واللي كانت علاقته بيها في الظلام ومليانه قلق وصراعات، ودايما هربان معاها والدنيا معاها كده من الاخر نوش. حتى جوازه منها اللي ما اختارهوش داوود عبد السيد خلاه شبه الحلم ورا ستاره. والمشهد دوت اختصر لنا يحيى وعلاقته بهناء شكلهم عامل ازاي. حتى ابنه اللي خلفه منها هو مش عارف هو ابن الضابط ولا ابن تاجر المخدرات. وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت الجزء الاول من سلسله حلقات داوود عبد السيد، ان دايما في كل فيلم بتكون في شخصيه نقيضه للبطل، فيها كل شيء ناقص البطل. المعلم هدهد اغرب شخصيه تاجر مخدرات ممكن تشوفها في حياتك، مزيج كده ما بين الرحمه والشراسه والحكمة والواقعية والإيمان، والأهم إن ما عندوش نفس الصراع الداخلي اللي موجود عند يحيى. المعلم هدهد عارف هو مين، وعارف هو بيعمل إيه، وعارف دوره إيه كويس.
عنده تصالح مع النفس رهيب مش عند يحيى. هو عارف هو مين ودوره ايه، وفاهم اللعبة صح، وعارف مين اللي بيرى تجارة المخدرات ومين اللي سامح بيها ومين اللي مدورها كويس. وعشان يختصر لنا المخرج داوود عبد السيد شخصية المعلم هدهد، خلانا في أول مشهد نشوف فيه المعلم هدهد، خلانا نشوفه في موقف غريب جدا على تاجر المخدرات سنة 81. المعلم هدهد بيرفض انه يتاجر في الهيروين رغم انه أسهل وأسرع ومكسبه أكبر بكتير من الحشيش، وبيرفض يسمي الناس بالهيروين لأنه أخطر 100 مرة من الحشيش. يعني تاجر مخدرات عنده مبادئ، حاجة غريبة جدا على السينما المصرية لكن مش غريبة خالص على داوود عبد السيد. وبيحكي المعلم هدهد حكاية تدرجه جوه عالم المخدرات من أول لما كان صبي لحد ما بقى معلم كبير، في مشهد غواية جديد ليحيى مع وجود التفاح على الترابيزة. وبنشوف في آخر الفيلم رد فعل المعلم هدهد لما بيعرف إن يحيى قتل رجب. بس انت طلعت غبي. قتل رجب وابراهيم هو الاصل، هو اللي خلاك ما تسواش الا تمن رصاصة في دماغك. دول نظام، ورجب وابراهيم هم التوكيل. لان يحيى كده خبط في الوحش، لان المعلم هدهد عارف كويس مين اللي مشغلين رجب ومين اللي ورا رجب، عارف كويس قوي مين اللي عايزين دايما الشعب غايب ومغيب ومش عارف اي حاجة عن الواقع ومنفصل عن الواقع، من اول الاغاني والحشيش لحد الهيروين والبودرة بكل انواعها. تعالى بس كده نرجع الاول للبعد الديني للحدوته. تعالى نبص على العداوة اللي بادئه من اول الفيلم او مصدر الشر الحقيقي بالنسبة ليحيى طول الفيلم، تحديدا من بعد قتل رجب. عمر الاسيوطي زميل يحيى في الدفعة ورمز ابليس في الفيلم، وزي ما قلنا قبل كده ان المكان دايما بيكون له دلالة في افلام داوود عبد السيد، لان عمر ويحيى بيتقابلوا في مكان فاضي منبسط كده اخضر يشبه بداية الخليقة وبداية تشكيل الكون. يظهر الصراع ما بينهم للعلن، يظهر حقد وعنجهية ابليس في المواجهة الاخيرة بينهم اللي ما بين عمر ويحيى، وحقد عمر اللي مستمر طول الفيلم من اول لما جاله في صالة البلياردو في اول مرة نشوفه وقال له لو اتقابلنا تاني انا اسمي عمر بيه. وتعامله السخيف جدا مع يحيى طول الفيلم، حتى لما موسى بيروح له عشان ينقذ يحيى بيتعامل معاه أسوأ معاملة وبيرفض حتى انه يسمعه، وحقده ظاهر طول الوقت ليحيى زي حقد ابليس علينا. حتى في مشهد صريح يحيى بيقول له انت عامل زي ابليس، لدرجه تخليك تشك ان عمر الاسيوطي هو المعلم الكبير، لان فوق كل معلم معلم، او على الاقل انه متفق مع باقي المعلمين وليه جزء من الربح. نظرة الحقد اللي باصص بيها عمر ليحيى زي نظرة الحقد اللي باصص بيها ابليس لادم. حتى لو حبينا نعرف سبب كره عمر ليحيى في الخط المباشر بتاع الحدوته اللي هي القصه البوليسيه او قصه المافيا او سميها زي ما انت عايز تسميها، هتلاقي ان يحيى وعمر كانوا زمايل دفعه واحده. زي ما قلت لكم الاسامي دايما ليها معنى في افلام داوود عبد السيد. عمر الاسيوطي اسمه نسبه لمدينه اسيوط، ويحيى المنقبادي اسمه نسبه لقريه منقباد في اسيوط، ابن المدينه وابن القريه والصراع الدائم اللي بينهم، واحساس العلو ونظره الاستحقار اللي بيبصها ابن المدينه لابن القريه. رحله يحيى جوه ارض الخوف ولدت جواه اسئله كتير قوي، وقلق مصدره الشر الكامن اللي اكتشف ان هو جواه، اللي مع اول فرصه اتسمح له انه يمارسه مارس الشر بكل تفاني، واوقات كتير السعاده، ومارسه بكل تفاني لدرجه ان هو بينسى هو مين، هو فعلا ضابط بوليس ولا بقى خلاص تاجر مخدرات. صوره ضبابيه، ذكريات اختلطت مع الاحلام، مع الاوهام، مع الحقائق. انا ليه بقيت كده؟ مجرم وقاتل وخارج عن القانون. كل اللي كنت برفضه وبحاربه وافقت عليه بقرار واحد، قرار واحد من غير دوت هيسبب له قلق هيستمر معاه طول العمر. وبينتهي فيلم أرض الخوف وبتنتهي معاه مهمة يحيى، وانه هيبقى حر بدون اي وصاية عليه، بدون اوامر او نواهي او حتى توقعات. نيجي بقى للخط السياسي في الفيلم، ما بقيناش عارفين هل المهمة ديت كان فعلا ليها لازمة او معنى، او حتى كان ليها لازمة او فايدة للبلد. يعني داوود عبد السيد بيسأل هل التجربة اللي انا مريت بيها انا وجيلي ديت هيكون ليها معنى هنفهمه مع الوقت ومع مرور الزمن، ولا هي مجرد عبث كده من الحياة؟ اما بالنسبه للخط المباشر في الفيلم، فيا ترى يحيى هيلاقي ايه بعد ما يرجع من مهمته في حياته العاديه، لما يحيى المنقبادي يرجع تاني بعد المهمه ما خلصت لحياته العاديه، يا ترى هيلاقي ايه مستنيه؟ يعني ال6 سنين حرب اللي قضاها جيل داوود عبد السيد من 67 ل 73، الضريبه اللي بيدفعوها تمن ايمانهم بالتجربه الناصريه، هيلاقوا ايه في الحياه بعدها؟
اسئله كتير هنعرف اجاباتها في شرح فيلم رسائل البحر وفيلم قدرات غير عاديه اللي داوود عبد السيد قرر يكمل معنا فيلم ارض الخوف فيهم. خليكم فاكرين الكلام اللي انا لسه قايله دوت كويس، عشان الحلقه الجايه لما نشرح فيلم رسائل البحر وفيلم قدرات غير عاديه ورحله يحيى الاخيره الجزء الثالث من السلسله، يعني عشان نعرف نربط كده الصواميل سوا ونفهم الصوره كامله اللي داوود عبد السيد كان عايز يقولها لنا من فيلم ارض الخوف اللي زي ما قلت لكم كملها في فيلم رسائل البحر وفيلم قدرات غير عاديه. ان شاء الله الحلقه الجايه اللي هي الجزء الثالث هشرح فيها المعنى والصوره كامله، فخليكم مستنيين ان شاء الله هنزلها قريب. بما انك وصلت هنا اتمنى يكون الفيديو فعلا عجبك، واتمنى تعمل لايك وتشترك في القناه وتكتب لي كومنت عايز شرح فيلم ايه. شكرا جدا،